بيبدأ الفيلم بست غامضة بتنقذ أكوين من تحت قاع المحيط، وفي نفس الوقت أندي وباقي الفريق بتاعها اللي ما بيموتش بيكملوا مهمات تانية بمساعدة جيمس سيبلي. المرة دي بيتتبعوا واحد بيحاول يشتري أسلحة خطيرة. رغم إنهم طردوا بوكر، بس لسه بيفتكروه دايما، خصوصا في العمليات. جو ونيكي بيشغلوا الحراس بره، وأندي ونايل وسيبلي بيستغلوا الفرصة ويقتحموا البيت. بعد خناقة عنيفة ومرهقة، الفريق بيقدر يخلص على تاجر السلاح كوندراد ويبعد الخطر عن الطريق. في نفس الليلة الكل بيرتاح، بيضحكوا وبيشربوا سوا، بس سيبلي بيجيله مكالمة فبيخرج يرد عليها. بعد شوية الكل بيروح أوضته ما عدا نايل، اللي بتفضل قاعدة مع أندي وبتسألها بصراحة: انتي عاملة ايه بجد؟ أندي بتعترف إنها لأول مرة من زمان بتحس براحة وسعادة حقيقية. وفجأة سيبلي بيرجع وبيقول لهم إن كوندراد ما كانش هو المشتري الحقيقي، ده كان مجرد وسيط، والمشتري لسه محدش عارفه. بيقول إن زمايله في CIA قدروا يجيبوا تسجيل من كاميرات المراقبة، بس لحد دلوقتي مش قادرين يحددوا هوية الست اللي فيه. نايل تقول إنها شافت الست دي قبل كده في أحلام بتحصل لها مؤخراً. بتوصف إنها شافتها في مكتبة كبيرة وكان في شاب واقف جنبها، بس في حاجة كانت مضايقاها، علشان في الحلم الست دي كانت باين إنها بتقتله. مفيش معلومات كفاية علشان يحددوا ملامحها، لكن أول ما يعرفوا سيبلي هيبلغهم. تاني يوم في باريس، بوكر بيصحى وهو سكران، يفتح الباب يلاقي كوين قدامه، وما ياخدش وقت بتخطفه على طول. وفي نفس الوقت الفريق بيوصل فرنسا علشان ياخدوا بريك صغير قبل ما يروحوا للمخبأ بتاعهم في إيطاليا. أندي بتقول لهم ياخدوا وقت لنفسهم، وهي وسيبي لي رايحين سيول علشان يقابلوا شخص غامض. نيكي بهزار يقول نتفسح فين بقى؟ لكن جو يرد بجد: أنا محتاج أبقى لوحدي شوية. نايل ونيكي بيتمشوا سوا، وبيحكي لها إنه شاكك إن جو مخبي حاجة، فبيقرروا يركبوه سوا. نيجي لبوكر، كوين بتسأله أندي فين؟ بيقول لها أنا اتطردت، ما بقاش ليا علاقة بيهم. بس هي تبصله وتسأله بصوت واطي: هي كانت بتتكلم عني؟ يرد عليها وهو صادق: عمرها ما بطلت. كوين تحكي له إنها كانت فاكرة أندي محبوسة في جحيم زيها بالظبط، تحت المية لمدة 500 سنة. كانت عايزة تهرب علشان تنقذها، بس دلوقتي فهمت إنها كانت حرة وهي اللي كانت محبوسة. بوكر يقطع كلامها بهدوء، يقول لها أندي كانت محبوسة برضه، بس في جحيم تاني خالص. في فرنسا نايل ونيكي بيكتشفوا إن جو كان بيتواصل مع بوكر من وراهم. جو يدافع عن نفسه: بوكر كان لوحده وإحنا سبناه. بس فجأة نايل ترجع تقول لهم بوكر مش في شقته وفي دم على الأرض. يسألوه آخر مرة كلمته إمتى؟ يرد وهو متوتر: من أسبوع، يمكن أكتر. وفي الناحية التانية أندي وسيبي لي بيوصلوا سيول، وهم ماشيين وسط الزحمة سيبي لي يسألها إحنا رايحين لمين بالظبط؟ ترد عليه: كنت وعدته آخر مرة شفته إني هحافظ على السر، فخليني أشوفه الأول. بتدخل بيت صغير ويطلع الشخص اللي جواه هو التوا، واحد من أقدم الخالدين في العالم، عايش بقاله أكتر من 2000 سنة. أندي تدخل في الموضوع على طول وتسأله: تعرف نايل؟ يرد: بشوفها في أحلامي. وأندي تحكي له إن نايل بتحلم بواحدة ظهرت في المكتبة بتاعته. توا يبصلها بجدية ويقول لها تعالي شوفي المكتبة بنفسك وهفهمك كل حاجة. أندي تهز راسها وتقول زمان كنت فاكرة حياتي ملهاش معنى، بس سيبلي وراني تأثيري في العالم. توا يبصلها بانبهار، فأندي تنادي سيبلي وتقدمهوله. يدخلوا كلهم المكتبة السرية، مليانة كتب وسجلات عن كل الخالدين في العالم. توا ينبهر كمان بأبحاث سيبلي العميقة عنهم، لكن أندي تلاحظ إن في رف ناقص منه شوية كتب. توا يرد بسرعة: الكتب دي اتسرقت، وكان فيها كل حاجة عنك وعن فريقك، وأنا اللي كتبتها بإيدي. أندي تقطع كلامه وتسأله: الست اللي في حلم نايل هي مين؟ توا يقول لها دلوقتي اسمها ديسكورد، ودي بنعتقد إنها أول خالدة في التاريخ. ويضيف إنه ساعد أندي تهرب وقتها، وبعدها استخبى وكرس حياته للبحث، في الوقت اللي ديسكورد كانت بتجمع ثروات وتتحالف مع ناس زي كونراد علشان تبقى فوق أي خطر من بشر أو أعداء. أندي تسأله: طيب هي عايزة مننا إيه؟ توا يهز راسه: معرفش.
وهنا أندي تنزل القنبلة. أنا بطلت أكون خالدة، وتطلب منه ينضم للفريق ويساعدهم يكتشفوا نوايا ديسكورد الحقيقية. توا يبتسم ويقول: جهزت شنطتي من بدري. رجعوا كلهم المخبأ، وأندي عرفت الفريق على توا. بس أول رد فعل من الفريق كان فيه زعل، شكله واضح إنهم متضايقين إنها كانت مخبية عليهم وجود خالد تاني. توا دخل وقال بسرعة: أنا اللي طلبت منها ما تقولش، وعادتني أنا وهي. ساعتها نايل استغلت الفرصة وقالت لأندي: في حاجة حصلت لبوكر، وكمان جو كان بيتكلم معاها من ورا ظهرنا طول الفترة دي. الجو اتوتر والدنيا سخنت، والفريق كله بدأ يشك إن ديسكورد ليها علاقة باللي بيحصل. وفجأة جو جاله تليفون، رد، وطلع بوكر هو اللي بيتصل وبيقول لهم ييجوا ياخدوه. جو ونيكي جريوا بسرعة يجيبوه، وبعد شوية رجعوا معاه. أول ما بوكر دخل بص لتوا وقال له: يبقى أنت توا، أخيرا اتقابلنا يا سيباستيان. وبعدها طلع إزازة فيها ورقة واداها لها لأندي. أندي فتحت الإزازة وقرت الرسالة بصوت هادي: أندرو ماكي، رجعت لعالم أظلم من القبر اللي كنت فيه، واتفاجئت إنك كنت عايشة فيه طول السنين دي براحتك. أنا محتاجة أسمع الكلام اللي يحررني من سجن الحقيقي، سجن الوعد اللي اتكسر. أنا وإنتي لحد الآخر هتلاقيني في نفس المكان اللي دايما كنت بتلاقيني فيه. أندي رفعت راسها وقالت: أنا رايحة أقابل كوين. نايل قالت: دي فكرة مش حلوة خالص يا أندي. بس أندي ردت: أنا وكوين كنا مع بعض أكتر من 1000 سنة، لازم أروح لها. بس نايل صممت تمشي معاها علشان تأمنها. بعد ساعات من السواقة وقفوا يستريحوا على جنب. نايل نامت جوه العربية، لكن أندي كانت مشغولة في دماغها. قامت تروح الحمام القريب تغسل وشها وتفوق، وأول ما دخلت الذكريات ضربت في دماغها. افتكرت يوم هروبها وهي بتحاول تقتل الراجل اللي فرقها عن كوين. مسكته من رقبتها وبدأت تخنقه، بس وهي بتبص قدامها شافت كوين واقفة بتبص لها. وقتها كوين قالت لها بهدوء: دي مش انتي. فأندي فاقت من الفلاش باك لما نايل دخلت عليها. أندي بصت لها وقالت لها: أنا مرعوبة إنها مش هتعرفني، أو إن أنا نفسي ما بقتش عارفاها زي زمان. نايل اتفاجئت، أول مرة تشوف أندي ضعيفة كده. بس أندي قالت: الخوف ده عايش جوايا من مئات السنين. تاني يوم وصلوا روما. أندي نزلت لوحدها ونايل ماشية وراها من بعيد تراقبها. وهي ماشية في شوارع المدينة بدأت تلاحظ إن أعضاء فريقها متوزعين في الشوارع بيراقبوا المكان وبيأمنوها. وفجأة بعد أكتر من 500 سنة أندي تشوف كوين. أندي قالت لها بصوت فيه ندم: أنا أسفة، أنا خدلتك. لكن كوين ردت بنبرة فيها وجع: كنت بصحى كل شوية تحت المية، كل مرة أقول يمكن تكوني جاية تنقذيني، وكل مرة مفيش حاجة بتحصل. أندي دمعت وقالت لها: أنا بدور عليكي من قرون. سألتها: انتي بقالك قد إيه خرجتي؟ ردت: شهور. أندي اتصدمت: طب ليه ما جيتيش؟ ردت بسخرية: ما عرفتيش توصلي لي وأنا في بحر صغير كده. أندي قالت بصوت مكسور: أنا دورت عليكي سنين. بعدها طلبت منها ترجع معاها للفريق وتحارب معاهم تاني. بس كوين اتعصبت: تحاربي تاني علشان بشر؟ البشر هم اللي ربطوني ودفنوني في قاع البحر، انسي الكلام ده. أندي حاولت تمسك نفسها بس فضلت ماشية وراها مش قادرة تسيبها. وفي نفس الوقت نايل شافت ديسكارد وبدأت تتابعها. رجعنا لأندي وهي بتقرب من كوين في زقاق ضلمة، وفجأة كوين تهجم عليها ويدخلوا في خناقة جامدة جدا. وأثناء القتال كوين قالت لها: القلادة اللي لابسها دي أنا كنت مدياها لواحدة كنت بحبها زمان، بس انتي ما بقيتيش هي. وفجأة نايل تصرخ وتقول: ديسكورد هنا. وأندي صرخت فيها وقالت: استني، ما تروحيش لوحدك. كوين تبص وتسأل: هي دي نايل؟
والسؤال ده خلاها أندي تشك. بدأت تفهم إن كوين احتمال كبير تكون اتخطفت أو تم إنقاذها على إيد ديسكورد، وممكن يكونوا شغالين سوا. نايل تفضل ماشية ورا ديسكورد لحد ما توصل لكنيسة قديمة، وهناك ديسكورد تبصلها وتقول لها: أنا كنت هناك، كنت شايفة ريحة الكره في الجو. وببرود تسألها: إزاي بنت مسيحية زيك تستحمل اللي أندي بتعمله؟ بتلعب دور ربنا؟ لكن نايلي ردت عليها بكل هدوء: إحنا مش بنلعب دور ربنا، إحنا بنساعد الناس. ديسكورد ترد عليها: بس هي اللي أخدتك من عيلتك. نايل قالت: أنا اللي اخترت ده بنفسي. بس ديسكورد ما اقتنعتش وقالت: هوس أندي بإنها تدخل في شغل البشر هو السبب إن الخالدين بقوا مطاردين. وبعدين فجأة فجر المفاجأة: نايل، انتي آخر خالدة هتتولد في التاريخ، وجواكي قوة رهيبة لسه ما طلعتش. وقالت لها: أنا وإنتي هنوقف تدخل الخالدين في عالم البشر. نايل ردت بحزم: أنا عمري ما هشتغل معاكي. لكن ديسكورد كشفت عن علامة على إيديها زي اللي عند نايل بالظبط، وكأنهم مرتبطين ببعض. بعد ما رجعت نايل للمخبأ، حكت للفريق كل اللي ديسكارد قالته، إنها آخر خالدة في التاريخ، وإن عندها قوة لسه ما ظهرتش. الكل بص لبعضه متلخبطين زيها بالظبط. في الوقت ده بوكر راح لتوا وسأله: بتشتغل على إيه؟ بس توا سأله بدل ما يجاوبه: نايل عمرها أذت أندي؟ بوكر قال: أول يوم تقابله نايل طعنت أندي. وهنا توا وشه اتغير كأنه فهم حاجة كبيرة. قالوا: في أسطورة أنا وديسكارد كل عارفينها من قرون، اللي بتقول إن جرح بيتسبب فيه آخر خالدة ممكن يسحب الخلود من أي خالد تاني. وهنا بدأ يربط كل حاجة ببعض. ديسكارد عايزة تستخدم نايل علشان تاخد الخلود الباقيين، بس في احتمال تاني. لو الخالد اللي اتصاب اختار بإرادته ينقل الخلود بتاعه، ممكن ينقله لحد تاني، بس لازم يوافق ولازم يكون قبل ما يموت خالص. يعني باختصار، أندي ممكن ترجع خالدة تاني. بعد ساعة بوكر راح لأوضة أندي وقال لها: أنا ناوي أمشي بعد ما نخلص من ديسكورد. أندي قالت له: طردك كان غلط. لكن هو رد: لا، أنا أستحق ده. قال لها كمان: لما سبتوني كنت حاسس إني مش هشوفكم تاني، بس لما شفتكم حمدت ربنا. لما بتعيش عمر طويل ممكن تنسى تقول الحاجات المهمة للناس اللي بتحبهم، بس أنا بقيت عايز يكون ليا تاريخ انتهاء. وصدقيني، كوين لسه ممكن ترجع، اديها وقت. في الناحية التانية ديسكارد بتقابل كوين واللي بتقول لها بمنتهى الحقد: أنا عايزة العالم كله يتعذب زي ما أنا اتعذبت. ديسكارد ردت: ممكن أساعدك في ده. وفعلا يروحوا سوا لإندونيسيا، تحديدا مفاعل نووي اسمه سيربونج. بالليل دخلوا المفاعل، وكوين بدأت تقتل الحراس بسرعة ومن غير صوت بمساعدة رجال ديسكارد. تاني يوم بوكر فجأة يتحدى نايل في قتال بالسيوف. توا بيبص عليهم من الشباك، وبعدها نزل وصرخ: انت مش جاهز للي ناوي تعمله. بس بوكر تجاهله، وفجأة توا دخل معاهم ومعاه سكينة في ايده. نايل هجمت عليه، لكن بوكر وقف في النص وخد الطعنة بدلها. بعدها مشي للحمام علشان ينظف جرحه، وكان حاسس إنه مش عارف الخلود بيتنقل إزاي، فبص لأندي وهو ساكت وساب الموضوع للمجهول. في نفس الوقت سي بي بلاي جمع الفريق في المكتبة وقال لهم: ديسكارد وكوين حاليا في مفاعل نووي خاص بالصين موجود على أرض إندونيسية. ووراهم فيديو من كاميرات المراقبة. ديسكارد وكوين حاطين قنبلة في قلب المفاعل، ولو انفجرت ممكن تقتل 10 مليون بني آدم. مش بس كده، في متفجرات مزروعة في كل مكان جوه المفاعل، ولو اشتغلت هتشل قدرات الخالدين لفترة طويلة. نايل قالت: دي مصيدة، عايزين يوقعونا. لكن أندي ردت: مصيدة أو لأ، لازم نوقفهم.
بعد الاجتماع جو ونيكي خرجوا يتكلموا شوية، وجو لأول مرة قال: أنا خايف، كل حاجة ممكن تنتهي فجأة. نيكي قال له: قلبك هو دي الحاجة اللي فعلا خالدة. الفريق وصل المفاعل. سي بي بلاي فضل بره في فان للمراقبة، وكان بيواجههم من بعيد. قال لهم: بلاش تستخدموا الأسلحة. أندي وبوكر ونايل دخلوا من الجناح اليمين، وتوا وجو ونيكي من الشمال. نايل قدرت تعطل متفجرة وهي ماشية، بس بعدها واجهوا فرقة كاملة من ديسكارد، وبدأت المعركة. الخالدين جابوا العدة وخدوا المعركة بإيدهم، وفي الناحية التانية سي بي بلاي كان بيوجه توا وجو ونيكي لحد ما يوصلوا لغرفة التحكم. لكن فجأة أندي اتفاجئت بانفجار. كانت واحدة من المتفجرات ووقعت على الأرض. نايل جريت علشان تساعدها، بس انفجار تاني وقع السقف عليها. أندي قدرت تهرب بالعافية، والسي بي بلاي صرخ فيهم: مفيش وقت، لازم نكسر الحماية وندخل النظام يدوي. وقتها توا فهم: دي خطة ديسكورد، عايزة تفرقنا واحد واحد. وفجأة سي بي بلاي حس بحركة بره الفان، مسك سلاحه لكن اتهاجم. في نفس الوقت توا وجو ونيكي اترشوا عليهم غاز نيتروجين، اتخدروا فورا واتربطوا واتحطوا في أكياس زي الجثث. أندي كانت بتحاول توصل لهم بالراديو، لكن مفيش رد. فجأة رجالة ديسكارد يهجموا عليها، بس بوكر بيجي ينقذها وبيحارب معاها. دخلوا أوضة فيها كاميرا مراقبة. أندي تبص وتفهم إن ديسكارد كانت شايفة كل حاجة. وفجأة بوكر يلاحظ: أندي، أنت بتتعافي تاني، يعني رجع لها الخلود. الأبواب بدأت تفتح وتقفل لوحدها، واضح إن ديسكارد بتحاول تفرقهم. أندي قالت له: أنت طلع الأول، لكن هو رد: أنا اللي نقلت لك الخلود. أندي اتصدمت: إزاي؟ قبل ما تكمل دخل عليهم أعداء تانيين. بوكر قال لها: أنا خدت تاريخ انتهاء، بس أنت لسه ليكي رسالة وهدف. خرج من الباب قبل ما يقفل وبدأ يحارب، بس للأسف بوكر مات. نايل بدأت تفوق من التخدير، بصت حواليها مش شايفة حد من الفريق، وفجأة تقابل كوين. الخناقة بينهم بدأت على طول، كانت عنيفة جدا، ونايل قدرت تجرح كوين جرح جامد. كوين اتصدمت: إزاي؟ هي مش بتتعافى. وهنا دخلت ديسكورد ومسكت فأس وضربت نايل في صدرها. في نفس الوقت أندي كانت بتحاول توصل للغرفة اللي فيها القنبلة، وأخيراً وصلت، ولقت كوين قاعدة مجروحة وصباعها فوق الزرار بتاع القنبلة. كوين قالت لها بهدوء وهي بتبص في الأرض: هو ده وقت ما تقوليلي دي مش انتي؟ بس أندي ردت بصوت هادي: في الآخر كل واحد فينا بيختار هو مين بنفسه. وفي لحظة صمت كوين بعد كل اللي حصل شالت صباعها من على الزرار. بره أندي سمعت صوت مروحية فوق، طلعت تجري ونطت عليها، لقت ديسكورد فوقها مستنياها. وقتها بدأت المعركة الأخيرة، ضرب، طعن، خبط، والاتنين مش بيوقفوا. لكن أندي لاحظت حاجة مهمة جدا: ديسكورد مش بتتعافى. في عز القتال ديسكورد بصت لها وقالت: أنا كنت عايزة الخلود بتاعي يرجع، كنت ناوية استخدم نايل علشان اخد قوتكم كلكم وانقلهم لنفسي. وفي الآخر ديسكورد اتغلبت على أندي وخلتها تقع وما بقتش قادرة تتحرك، وركبت المروحية وهربت في السماء واختفت في الليل. بعد كام يوم أندي رجعت المخبأ، بس المرة دي مختلفة. كانت قاعدة بتتذاكر كل الكتب القديمة، بتحاول تفهم التاريخ الحقيقي للخالدين وتدور على أي حاجة عن ديسكورد. وفي نفس الوقت كانت بتهتم بكوين اللي دلوقتي بقت بشرية، فقدت الخلود. كوين بدأت تهدى وقالت لأندي:
أنا ما كنتش عارفة إن ديسكورد ناوية على كل ده. ما كنتش عارفة إني بقيت فانية. أندي بصت لها لحظة طويلة واختارت إنها تصدقها.